احمد حسام ميدو شغال بنفسه مع الاولاد بيعلمهم. هنلاحظ هنا من وقفه اللعيبه ان هو بيعلم الاولاد ازاي يطلعوا بالكوره. هتلاقي ان الكوره هنا في خط الديفنس بيدوروا الكوره يمين وشمال لحد ما يشوفوا ما هيهاجموا ناحيه الرايت او ناحيه الليفت، وهتلاقي ان هو قايل للفرقه الثانيه ما تضغطش وترحل مع الكوره عشان يعرفوا ازاي يعني ترحيل. وهنا هتلاقي ان اللاعب ناحيه الليفت اهو الوينج هناك محجمه بكونزات على طرف الملعب عشان يفضل هو على اللاين ما يدخلش لجوه، ويتفادى العشوائيه ان لاعب الليفت يخش نص الملعب وياخد مركز غير مركزه. هتلاحظ ده في النموذج، وهتلاقي ان الفرقه الثانيه بدات تضغط لما الكوره وصلت للتلت الدفاعي عندهم. هو ده التمرين والهدف منه، ان هو ازاي يطلع بالكوره، والكوره هنا انتهت بهدف. هيدي الكوره تاني للديفنس ويقدر يطلعوها اكتر من مره لحد ما اللعيبه تستفيد وتتطور. وطبعا كلنا عارفين ان الطلوع بالكوره بيمر بكذا مرحله. الكوره لما بتبقى عند خط الديفنس بيبدا يطلع بيها بالكوره ويعمل عمليه البيلد اب، هنا اسمها مرحله تحضير الهجمه. بعد كده الكوره لو انتقلت لنص الملعب دي اسمها مرحله بناء الهجمه. ولما الكرة توصل ناحية الوينجين الرايت والليفت او ناحية اللاعب رقم 10 او قبل ال 18، المناطق دي اسمها تطوير الهجمة. وطبعا جوه ال 18 الكرة لو وصلت دي اسمها انهاء الهجمة. وهي دي مراحل الطلوع بالكرة. وشابوه كابتن ميدو.